اقوى علاج لحب الشباب هو الايزوتريتينوين، وانتي اتكتب لك سالتي جيرانك واصحابك وعيلتك والصيدلي ومساعد الصيدلي وكلهم خوفوكي انك تاخديه. النهارده هنجاوب على كل الاسئله اللي انتي سمعتيها بخصوص الايزوتريتينوين. اهلا بيكم، انا دكتور ايمن. ولو انتي عملتي زي ما انا قلت في المقدمه اللي فاتت دي وكتب لك الايزوتريتينوين ورحتي لفيتي وسالتي الدنيا كلها وكلهم طبعا خوفوكي من الايزوتريتينوين وقالوا لك اوعي يا بت اوعي تاخدي البرشام ده، الدكتور اللي كتبهولك عايز يموتك. فانتي بالظبط عملتي زي انسه ابتسام اللي ما سمعتش الكلام، وهي بطله قصتنا النهارده. انسه ابتسام بقالها 6 شهور بتعاني من حب الشباب الشديد جدا 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 بسبب استعمالها الخاطئ لمنتجات عشوائيه من الصيدليه تحتوي على كورتيزون موضعي. هذه المنتجات ادت ان الحبوب زادت عندها بشده، واستخدام علاجات موضعيه كتير مفيش فايده، لحد لما جات لي العياده وانا بصيت عليها بنفسي وقررت ان انسب حاجه ليها هو الايزوتريتينوين اللي معروف باسم النت لوك. كتبت لها الجرعه المناسبه لحالتها ولوزنها وقلت لها تستمر على الجرعه دي 6 شهور وتتابع معايا كل شهر مره. شرحت لها كل الحاجات اللي محتاجه تعرفها عن البرشام وكل الاعراض الجانبيه اللي ممكن تتعرض ليها والاحتياطات اللي لازم ناخدها. ولكن انسه ابتسام زي اسمها ما سمعتش الكلام وراحت سالت كل الناس ورجعت ورايا مره واثنين وثلاثه، والحقيقه ان اللي هي سمعته ما كانتش تتخيل ان هو ممكن يحصل لها في اسوأ كوابيسها. يعني سمعت فيلم رعب حرفيا عن الايزوتريتينوين زي ما انت سمعتي بالظبط. ولكن انسه ابتسام مشكوره جات لي في الاستشاره بعد اسبوعين بكل التساؤلات اللي هي سمعتها وخايفه ان هي تاخد البرشام، وكان دوري كدكتور ايمن اعظم دكتور جلديه في مصر والوطن العربي اني افهمها واجاوبها على هذه التساؤلات. وبالمره قلنا نعمل لكم فيديو تتفرجوا عليه، وقررنا نسمي الحلقه النهارده خرافات عن الايزوتريتينوين. 6 خرافات انسه ابتسام سمعتهم وجات لي في العياده خايفه من البرشام علشان الحاجات دي. النهارده هنقولهم وهنجاوب عليهم ونعرف ايه الصح وايه الغلط بخصوص البرشام ده. بس قبل ما نخش في الموضوع اسمح لي اقول لكم كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. اكيد انتم ملاحظين بقى اختلاف، في عربيه فول هنا ورايا وفي فانوس. رمضان كريم، وحوي يا وحوي. نشكر استاذ سيد وحش اللغه العربيه على هذا الفانوس الجميل. كل سنه وانتم طيبين، اعملوا لايك للفيديو وهنخش بقى في الموضوع على طول. تقول الاسطوره يا دكتور الايزوتريتينوين ده واحده صاحبتي اخدته وعمل لها لخبطه جامده في الدوره، ولما راحت تكشف نسا الدكتوره قالت لها ان هو السبب. احب اعرفكم ان ده مش صحيح اطلاقا. برشام الايزوتريتينوين الماده الفعاله بتاعته ماده مشتقه من فيتامين اي، كل تاثيرها على الجسم ان هي بتقلل افراز الدهون في الغدد الدهنيه اللي في الجلد، ومع الاستمرار بتقلل حجم الغدد الدهنيه دي، وهي اصلا سبب حب الشباب زي ما شرحنا في فيديو سبب حب الشباب اللي هسيبه لك هنا اهو. فبالتالي مفيش اي تاثير اطلاقا على هرمونات الانوثه او وظائف المبيض او الجهاز التناسلي عند المراه، فمفيش اي احتماليه ان البرشام يكون بيأثر على الدوره الشهريه، واصلا ده مش عرض جانبي مكتوب في روشته الدواء. طب ايه اللي بيحصل يا دكتور وليه الكلام ده حصل مع صاحبتي اللي انا سالتها وقالت لي ان هي حصل معاها كده ودكتوره النساء اكدت؟ اللي بيحصل غالبا ان مرضى حب الشباب الشديد غالبا بيكون عندهم اضطرابات في الهرمونات او تكيسات على المبايض او حساسيه زايده لهرمونات الذكور. ال3 حاجات دول ممكن يسببوا اضطرابات في الدوره الشهريه، ولما بتاخد البرشام بيحصل صدفه ان اضطرابات الدوره الشهريه بتيجي في الوقت اللي هي خدت فيه البرشام. وده فخ بيقع فيه زملائنا اطباء النساء كتير، ان هو لما بيشوف لخبطه في الدوره الشهريه عند المريضه بيسالها ايه اللي حصل لك في الفتره اللي فاتت، تقول له خدت البرشام ده، يقول خلاص يبقى هو السبب. فنرجو ان احنا ما نعلقش عليه شماعه لخبطه الدوره وندور على السبب الحقيقي، لان السبب الحقيقي ده غالبا برضو مزود حب الشباب. تقول الاسطوره انسه ابتسام بعد ما اتخرجت من عندي راحت سالت اخت مرات عمها، قالت لها اوعي يا بنت تاخدي البرشام ده، هتقعدي 2 سنين بحالهم، ما تحمليش بعد ما توقفيه، افرضي جالك عريس مترعيش مش هتعرفي تقبليه. وانا مش عارف ليه اخت مرات عم انسه ابتسام صوتها تخين قوي كده زي
زي ابراهيم الابيض، بس هي طلعت معاه كده. طبعا دي معلومه غير صحيحه اطلاقا، مفيش حاجه اسمها سنتين واحنا شعب بيحب المبالغه. البرشام ده اول اكتشافه سنه 1982 والموافقه عليه لعلاج حب الشباب الشديد. فعلا كانت التوصيات وقتها بتقول ان احنا نوقف الحمل او نمنع الحمل بعد البرشام لمده سنه، ولكن لان البرشام كان جديد ومعلوماتنا عنه قليله فكان واجب الحرص منه. عملنا تجارب كتير وابحاث كتير اثبتت مع الوقت ان المده اقل من كده بكتير. التوصيات قلت من سنه ل6 شهور، وبعد كده قلت من 6 شهور لشهر، وحاليا هي دي التوصيات اللي ماشي عليها العالم كله. امريكا، اوروبا، انجلترا، اي دوله في العالم بتكتب الايزوتريتينوين بتوصي بمنع الحمل بعد ايقاف العلاج لمده شهر وباقصى تقدير 35 يوم. تقول الاسطوره، وخلي بالك البرشام ده هيبوظ لك هرموناتك ويمنع عندك الحمل في المستقبل وهيبقى عندك عقم. مخيفه قوي انت يا طنط. طبعا دي معلومه برضو غير صحيحه. البرشام زي ما اتكلمنا في النقطه الاولانيه، الاسطوره رقم 1، ما بيأثرش على الهرمونات ولا على المبايض ولا على وظائف الجهاز التناسلي عند المراه. ما تخلينيش اضربك بالعدسه في وشك. فما بيأثرش على الحمل في المستقبل اطلاقا، هو بيأثر على الحمل الحالي. تقول الاسطوره البرشام ده يا دكتور انا سمعت ان هو بيتعب المعده وانا عندي قولون عصبي مش هينفع اخده. خلاص افهمتيني كده يا انسه ابتسام؟ لا، ما بيتعبش المعده ولا حاجه حضرتك. احنا بنوصي ان البرشام يتاخد بعد وجبه دسمه لان امتصاصه بيكون كويس مع الدهون، فبالتالي عشان ناخد احسن مفعول من الدواء لازم ناخده بعد وجبه دسمه. مش معنى كده ان هو بيأثر على المعده او بيعمل مشاكل في المعده اطلاقا. تقول الاسطوره ما انا يا ابو الدكاتير لما اوقف البرشام ده الحبوب هترجع لي تاني اكتر من الاول. انا سالت في الصيدليه وقالوا لي كده. طيب اسمحي لي يا انسه ابتسام اطمن حضرتك واقول لك ان دي معلومه برضو غير صحيحه اطلاقا، لان هو البرشام له تاثير علاجي على وظيفه الغدد الدهنيه زي ما قلنا. اما بناخده بفتره كافيه بيقلل نشاط وحجم الغدد الدهنيه في الجلد. اللي بيحصل ان هو الحبوب بتقل بشكل مستمر حتى بعد ما بنوقف البرشام. ولو استمرينا على الجرعه التراكميه اللي الدكتور حاسبها لنا مظبوط على حسب وزننا وحالتنا، عاده الحبوب ما بترجعش تاني في حالات كتير جدا، والحالات اللي الحبوب بترجع فيها 100% بتكون اقل من الاول، الا لو اهملناها برضو لفتره طويله زي ما اتكلمت عنه وعن علاجات حب الشباب كلها في فيديو علاج حب الشباب هسيبه لكم هنا. والاسطوره الاخيره والمشهوره جدا حصلت لما انسه ابتسام اشترت البرشام وروحت ومامتها فتحت الروشته بتاعه الدواء وقررت تقراها كانها بتقرا الجورنان يوم الجمعه بعد الصلاه. لقت اعراض جانبيه كتير جدا، اتخضت، قالت لها اوعي يا بنتي تاخدي البرشام ده هيموتك، والدكتور ايمن ده ما تروحيلوش تاني. شكرا يا طنط، شكرا يا طنط على ذوقك واخلاقك. بس انا يعني هشرح لك دلوقتي. اي برشام يا جماعه لما بنفتح الروشته بتاعته حتى لو مسكن بسيط في 100 سبب ان احنا ما ناخدوش، ولكن في سبب رئيسي يخلينا ناخده، وهو ان مكتوب في الروشته لا يؤخذ الا تحت اشراف الطبيب. يعني الروشته نفسها بتقول لك ان العلم والكلام اللي مكتوب هنا ده مش كفايه، لازم نرجع للدكتور الاول، لان العلم اللي مكتوب في الروشته ده مبني على معلومات قديمه ومكتوب لاسباب قانونيه، ولكن مع الابحاث والدراسات بنعرف معلومات اكتر. الدكاتره بيقدروا ياخدوا قرارات بناء عليها مع المرضى بتوعهم، وطالما بناخد الدواء تحت اشراف الدكتور يبقى ما نقلقش من اي حاجه. وفي فيديو جاي في المستقبل هتكلم عن الاعراض الجانبيه كامله لبرشام الايزوتريتينوين علشان برضه نبقى عارفينها وواعيين ليها وما نتخضش منها اطلاقا. وما انصحش اي حد بيتفرج على الفيديو ده ان هو ياخد البرشام ده منه لنفسه، لازم تحت اشراف دكتور، وممنوع منعا باتا للمتزوجات اللي ممكن يحصل عندهم حمل، وطبعا ممنوع للحوامل. ولو حضرتك داخله على جواز توقفيه قبلها بشهر. لو الفيديو ده عجبك اتفرجي على سلسله حب الشباب هتعجبك جدا اوعدك. انا دكتور ايمن واتمنى دايما اشوفكم على خير.